اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي أعزتي، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا العبادات، القيام والصيام وتلاوة القرآن. اليوم في هذه الدقائق القليلة نعتبر بقصة هذه السيدة الجليلة، وهي رابعة العدوية. وباختصار شديد، رابعة العدوية من مواليد البصرة برج 700 ميلادية، وطبعا عاشت بتلك الفترة وهي رابعة، يعني تسلسلها بالعائلة ل4 أولاد. مات أبوها وأمها وهي في سن الطفولة، ولذلك عانت معاناة من الفقر ومن ضنك العيش. حدثت في تلك الفترة انفلات أمني، فسرقها أحد اللصوص وباعها كرق على أحد التجار. وقيل الكثير من بدايات حياتها كأنما كانت بعيدة عن الله. على كل حال، إن كانت بعيدة وإن كانت قريبة، اليوم شنو نستفاد من حياة هذه السيدة الجليلة؟ في أحد الليالي شافها تتعبد وتتصل بالله سبحانه وتعالى، فتركها. قال لها: أنت أنا أعتقدك لوجه الله، لأن شاف منها ما شاف. قال: أنا لا أصلح أن أكون لها سيدا، وإنما كان هو دائما هي متصلة بالله فيسيدها الله سبحانه وتعالى. وصلت بمرتبة الثقة والعبودية المطلقة والاتصال بالله سبحانه وتعالى مباشرة. وطبعا هي كانت شاعرة وزاهدة وعابدة، لها قصائد كثيرة، وكلها قصيدة مشهورة: يا ليت بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. طبعا هي تقصد الله سبحانه وتعالى، ولكن بعض بتلك الفترة استغلوا هاي القصيدة لأغراض أخرى. المهم، فالمرأة صالحة وزاهدة ولديها ثقة بالله سبحانه وتعالى. أذكر لك فقط هذه الحادثة حتى عرضوها شنو اللي نستفاد من سلوك هذه السيدة الجليلة. في أحد الأيام ضافوها 3 ضيوف، فكثرت الترحيب بهم: أهلا وسهلا وكذا، وامهلوني لحظات حتى أعد لكم الطعام. طبعا قبل البيوت ما كانت بهالكبر، براني واستقبال وهول ومطبخ، لا، بيت متواضع بسيط، وخصوصا هي زاهدة فقيرة. فلاحظوا ذول الضيوف بأن هي ما عندها غير بس رغيف واحد. فأكو واحد من الضيوف شوية عجول، وواحد شوية صبور. فالعجول قال له: احنا 3 وهي وحدة 4، وهاي ما عندها بس الرغيف، خلنا نمشي. قال له: عمي، المرأة كثرت الترحاب بينا، عيب، اثقل شوية، اصبر. والله سكتوا. ورا شوية اجى فقير وقبل الباب: يا الله يا محسنين تصدقوا علينا. سوت رابعة العدوية القيسية، شالت هاي القرصة الخبز وانطتها علما للفقير. ذاك العجول قال له بعد شم تاني: قومنا نمشي. قال له: عمي اصبر، هاي المرة كثرت الترحيب، عيب نطلع من عندها شوية، اثقل. المهم قعدوا. ورا شوية اجت بنية صغيرة: خالة رابعة، ذني 7 قرص ودتن أمي إليك، حسبة 1 2 3 7. قالت: لا، متوهمة، مو إلنا، خاف الغير جيران. اخذتن وراحت. ذاك العجول قال له: عمي، هسه احنا ذني 7 قرص وصحن، وهاي رفضتهن بعد شم تاني. قال له: عمي اصبر، اثقال، خل شوف هاي المرة شنو اللي عتها، شنو اللي وراها. فقعدوا. بهالاثناء اجى ولد: السلام عليكم خالتي رابعة. قالت له: عليكم السلام. قالت له: هاي أهل دزورج ذن ال10 قراص. قالت له: ويه. جابت ال10 قرص وخلتهن ويا الأدام يعني الغموس، شنو الموجود عندها، وخلت ضيوفها ال3 يتناولون الطعام وبراحتهم. قالوا له: ابويا تعاي خلينا نفتيم، انت شنو قصتك ومصطلحنا اليوم الشعبي، شنو فيلميك الجاي يسوون؟ قالت: انا ما عندي ثقة بالله مطلقة، وسامعة بين أحاديث أو رواة بأن
أكل الضيف ليس من أكل أهل البيت، ولذلك أنا أملك بس القرصة الخبز، فانتظرت الله سبحانه وتعالى أن يرسل لكم الطعام الخاص بكم. فمن مر ذاك الفقير صار رأيي أنا أتاجر ويا الله سبحانه وتعالى، بس مو أتاجر بالدين يعني لا يوم القيامة، لا، قلت له إلهي نقدي أريد هسه أكون الساعة. فشلت القرصة خبز اعطيتها للفقير على مود شنو؟ على مود الله سبحانه وتعالى يرزقني بغيرها. فمن جت الطفلة بيتها 7 قراص قلت الله سبحانه وتعالى قانون الصدقة ب10 أمثالها، فما معقول اليوم نقص. شنو نقصت خزاينه؟ الله سبحانه وتعالى ما تنقص خزاينه بالعطاء، فهو قانونه الوحدة ب10. ليش اليوم مدة 7؟ فأكيد ذاك الطفلة هذا أكيد متوهمة. فانتظرت إلى أن اجى ذاك الولد وقال لي خالة ذني 10 قرص ودون أهلي إلكم. قالت إيه هسه عرفت هذا ليش؟ لأن أنا عندي ثقة بالله سبحانه وتعالى، وعرفت الله ما يفشلني وياكم، وعرفت بأن الصدقة ب10 أمثالها. هسه هذه لقطة من لقطاتها ومن تقرأ عن حياة هذه السيدة الجليلة. طبعا عدوها مسلسلات وأفلام وحلقات وسلطوا عليها الكثير، بس شنو اللي نستفاد من عنده اليوم؟ خلينا نستفاد أولا كما أشيع عنها، نستفاد من التوبة، وخصوصا هذه الأيام أيام التوبة، أيام الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نترك هذه الدنيا الفانية. النقطة الأخرى، هذه الثقة بالله شنو؟ هسه احنا صلاتها وتعبدها يقال أنها كانت تقيم الليل وتصوم النهار، وإذا هومت عيناها قليلا تنقذ نفسها، تقول له روحها يلا قومي باكر وراك نومة عميقة، وراك نومة طويلة، يعني تقصد نومة القبر. شنو هاي الثقة بالله؟ فاحنا خلينا نتعلم من هاي السيدة، خلينا نثق بالله سبحانه وتعالى. هسه واحد يقول أنا ما افتهمت هاي شنو الغاية من هالتوجيه هذا. يا أخوتي يا عزتي، التوجيه للي يشتغلون بالحرام، يشتغلون بالربا، يا بليش نريد نعيش، يا بليش المصاريف، انتم وحدة من عتن، وهي ماكو غيرها، ماكو وحدة من الاثنين، لا هي وحدة من عتن. انتم فاقدين الثقة بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سمعت يوم من الأيام كافر، هسه ما أقول مؤمن، كافر شفتوه مات من الجوع، لا، الله سبحانه وتعالى يرسل رزقه بأي مكان كان، إن كان من الإنسان، إن كان من الحيوان، إن كان من الحشرات. وإذا سمعت أكو فقير موجود في مكان معين، دلالة على أنه مسلوب الحق من قبل الأغنياء. هاي قانون إلهي. الله سبحانه وتعالى ينزل مثلا كمثال النفطات للشعب العراقي، تلقى واحد فقير ما عنده ال1000 دينار والثاني متخم. شنو سببها؟ سببها السلب والنهب. أنا أريد اليوم أوجه كلامي لذولا، هسه ما تصيرون مثل رابعة، خلوا الله بين عيونكم. أريد أشوف إيش وقت الشبعون من أكل الحرام. بالدائرة أنت مرتشي، بالبيت أنت ظالم، بالبيت تدري شنو ظالمك؟ رويتبك حاطة على الملذات وعلى القعدات وعلى السهرات وعلى مجالس اللهو، الليالي الحمراء اللي تقضيها، وحارم عيالك من أبسط أنواع الرزق، وهو يجوز حتى مستوى طماطات ما تجيبهن لأهلك. وأنا شايفه صاعد له بسيارة حديثة، ويوميا عاش فلان ويسقط فلان، وتارك أهلك لا مسواق ولا جيبه ولا رده. زين، إن كنت موظف أو مسؤول، طبعا ذول المسؤولين أبدا يعني كأنما الله سبحانه وتعالى سلطهم على رقاب الناس، يعني هذا تفويض من الله، مو هم نهبوا أو سلبوا. وش وقت الشبعون من هاي الرشاوي، وش وقت الشبعون من المقاولات، وش وقت الشبعون من الشركات هاي الوهمية اللي تقيمونها، تاخذ المقاولة باسم واحد والصف، وما تجيب ربع الإنجاز، والباقي وين يروح؟ أما يروح للمصارف الخارجية، يروح إلى دول الجوار، أو تقضي وين؟ بالملاهي ببغداد أجلكم الله مع العاهرات. مو هي هاي لو بعدها؟ يا أخي هاي دعوة، ويوم القيامة
أي واحد والله مسؤول، كما يصلي كما يصوم، مسؤول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالكلام أو وجهه أولا من باب براءة الذمة، وأكيد المستمعين والمشاهدين اللي يشوفونا على وسائل التواصل الاجتماعي راح يأيدوننا، وأكيد تأييدهم هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على أقل تقدير إن كانت هنالك إذن صاغية ويستجيب فعليها، وإلا يسقط الفرض. ليش؟ لأن يوم القيامة نحشر مع المقصرين الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، أو بالعكس ينهون عن المعروف ويأمرون بالمنكر. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه.